وصلنا إلى أهم جزء في دورتنا يا حبايبي. كل ما تركزون هنا أكثر كل ما راح تستفادون أكثر. جيب لك كوب شاي، قهوة، صحصيح. هنا كل ما تركز أكثر كل ما حظك راح يرتفع. سؤال: هل نتخيل أهدافنا؟ لا أبدا. نتخيل الطريق، نتخيل ونصور ويا نفسنا عمل اللي لازم يوميا يسويه، لأن إذا جينا وتخيلنا أهدافنا مثل ما بعض من جماعة قوان الجذب يقول، حظنا في الفشل راح يرتفع. ذي نتائج سلبية حبايبي، وهاي الدراسة. تخيل الأهداف مزين. أحدد الهدف، أتخيله لمرة واحدة، مو بإفراط، مو كل يومين أقعد مثل هذول جماعة الجذب يقول لك تخيل أفكارك، تخيل أحلامك، تخيل أنت كامش لامبورجيني، تخيل بيتك، تخيل. لا، حظك في الفشل يبدي يرتفع. لا تسويها مرة واحدة. تخيل أحلامي شنو، تخيل أهدافي شنو، حتى أخطط. خططت كملت خلاص، بعد تنسى هذا الهدف، تركز على الحال. هسه شنو أسوي؟ أركز على هذا أسوي، انتهى الموضوع راح. ولا تستخدم كلمات بها أوامر. لازم أنجح، لازم أجبر نفسي، لازم أموت نفسي. شايفين هذول بعض المحفزين خصوصا هذول الأمريكان؟ شنو يشدك؟ ليش لازم أتعرف نفسي؟ هيك هدوء، اعشق نفسك خطوة خطوة، والله راح تنجح. قول يا الله. وتربط موعد الهدف مع شنو وقت. مو قلنا لازم يكون طوارئ؟ شلون يكون طوارئ؟ من نربطه مع الوقت. هذا الوقت ممكن يكون حدث معين، منا راس السنة، منا عيد رمضان، منا شهر رمضان، منا شهر الثاني، منا الفالنتاين. اما تاريخ معين او حدث معين. ووقت الاهداف ما لازم يكون اكبر من 3 سنوات. نحن نعيش في عالم السرعة، هسه كل شيء يتغير بسرعة. اكثر من 3 سنوات ممنوع. تقدر تخلي من سنة الى 3 سنوات، تقدر تخلي من 6 اشهر الى سنة، او تقدر تخلي من شهر الى 6 اشهر. تمام. هسه نكتب الاساس مال الهدف مالتنا. جيب ورقة واكتب حسب المعرفة اللي انا اكتسبتها عن نفسي. اريد لحد تاريخ الفلاني احقق، اعمل، انجز. تخلي هنا فعل، وبصورة ادق تتكلم هنا عن شوية تفاصيل اللي راح تسويها. وحتى احقق هذا الهدف راح استخدم هاي الطرق وهاي الادوات او هاي الاشخاص او هاي الدورات. معيار النجاح هو احدده، واول خطوة الي هو كذا، والمنافسين والاعداء اللي راح يظهرون الي هم شنو؟ 1 2 3 4 5. اكتبهم. كتبت، خلصنا من مرحلة الاساس. شوف ايش قد حلو وسهل. ولكن هنا شنو لازم تركز عليه هواي. خذ وقتك، اكتب براحتك واستخدم افعال ايجابيه حلوه بدون ان تهين نفسك يا حبيبي. وثم نروح الى شنو؟ تحدي 100 يوم. في هذا تحدي 100 يوم لازم انت تقدم العمل على التفكير والتعلم. تعمل هواي، تفكر شويه وتتعلم شويه. تعمل هواي، تفكر شويه وتتعلم شويه. تحل مسائل هواي، شوية تتعلم من أستاذ. تعلمت ساعة من أستاذ، روح 6 ساعات تتمرن، حل بيدك. تقعد تريد تفتح مشروع، شوف شوية هاي الدورات التسويق وغيرها ومبيعات ما شنو، روح طبقه هواي. انتم من تجلسون تشاهدون دورة معينة، من تجلسون تشاهدون مثلي هسه، انتم من تشاهدون ترى ما جاي تتعلمون شيء ابدا. انتو تطلعون على المعلومات. هاي مرحلة الاطلاع على المعلومات. من اقول لك اكتب واقعد فكر، هنا دا تسوي، دا تعمل. هنا راح تبدي تتعلم، راح تبدي تتعرف على نفسك. من تراجع ملاحظاتك راح تتعلم اكثر. من تمارس هذين الامور اللي اقول لك انت راح تتعلم. نفس الشيء في المدرسة، نفس الشيء من المدرس يشرح لك مرحلة الاطلاع على المعلومات. التمرين هو الحل، التمرين هو التعلم. تمام. زين. اذا تتقدم على فد عمل معين، على فد هدف معين، وحيل راح تشوف نفسك تعبان فد نوب، الامور ما جاي تقعد وياك صحيحه، احساساتك متشدد، دائما ثق باحساساتك. احساساتك تقول اكو فد غلط، يعني اكو فد غلط. انتبه على هذا الغلط وين. ارجع هاي ملاحظاتنا، وروح هذا الشخص اللي راح يساعدك تواصل وياه، شوف الغلط وين.
تمام. منو راح يساعدك؟ ليش قلنا نحتاج اشخاص يساعدونا؟ حتى من يصير غلط، من ابدي اتعب هواي ويجي ينقذني يهديني يقول هذا الشيء انت تسوي غلط، تسوي فلان شيء. لو انا اقول له يقترح عليك افكار تسويها. قلنا الهدف واحد ولكن طرق شنو تكون مختلفه. الشخص الايجابي راح يدفعك اكثر، راح يساعدك اكثر. الشخص السلبي يقول لك يا معود ما تصير عوفه تولي، يغلق الامور ويجيك. شوي خلينا نتعرف على السدود والمنافسين اللي راح يظهرون لنا. اذا صار امامي فد مانع، صار وياي فد مشكله دي يمنعني من تحقيق اهدافي، شنو اسوي؟ اهرب. عندي خيار الهروب. اذا اقدر اهرب اشرد من عنده اشرد. اذا اقدر اخذ الوقايه من عنده اخذ الوقايه. اذا اقدر اتقبله. اتعلم مهاره حل المشاكل، واقدر اصقر الاعمال فد هدف. اشوف مثلا هو في هاي الحاله هواي صعب، ليش؟ حجمه هواي كبير علي، اجي اصقره. او احتمال بعض الاحيان عندي فد فكره خاطئه لازم اغيرها، عندي فد اعتقاد خاطئ لازم اغيره. هسه هنا هذا الموضوع بعد ما اريد اتكلم عنه هواي، لان في دوره قلب الشجاع قلب القوي اتكلمت عنه بالتفصيل. هاي دوره كلش حلوه، مجانيه بالكامل، علميه، اعرفكم بيه على عقلكم. هاي دوره شنو اهميتها؟ على شنو تركز؟ بانه نحن في الظروف الصعبه شو نسوي؟ في الظروف الصعبه من امور تصير صعبه، خصوصا في هذا وقتنا وقت الحروب، شو نسوي؟ هاي الدورة دليل متكامل، 5 حلقات، كل حلقة 30 دقيقة، وراح تتعرف بيه على عقلك وشلون تتحكم على طاقة عقلك. فأنا أشوفه مكمل لكم لدورة برمجة الأهداف. ضروريات اللي لازم تسويها. أول ضرورة لازم تسويها هو شنو؟ نحدد أول خطوة يا حبايبي. أول خطوة هواي مهم نحددها. يمكن أول خطوة مالتك تحجز تكت مال الطيران، احتمال عندك أنت يعني واحدة من أهدافك تريد تسافر تدرس، تهاجر تدرس، او تريد تشتغل بتجاره معينه. اذا اول خطه تروح تاخذ فيزا وتكت طيران. احتمال تريد تتعلم مهاره معينه، تحجز دوره. تريد تكمل دراستك، تروح تسجل الامتحانات الخارجيه وغيرها. تريد تشتري شيء معين، مثلا تدفع اول قسط او العربون. تريد تتفق مع شخص او تحل مشكله معينه، تحدد اول اجتماع. او تريد تستفسر عن شيء معين، تجمع معلومات اكثر، تتواصل وياهم عبر الايميل. ما ادري شركه تريد تتواصل وياهم، شخص تريد تتواصل وياه، تواصل وياه في التواصل الاولي، افتح المحادثه مثل ما نقول. هذا نابليون هيل يقول السبب الرئيسي لفشل الاهداف عدم وجود خطط بديله. الهدف هذا اللي راح تحددوه بتعثرات، بوقوفات، بشويه عثرات توقعون حيل، دائما خلي يكون عندكم خطط بديله. كونوا اوفياء لاحلامكم، كونوا اوفياء لاهدافكم. الخطط غيروها، طرق الوصول لهذا الحلم والهدف غيروه. اكو 1000 طريقه تقدرون تحققون من خلاله هدفكم، حلمكم. الهدف والحلم واحد، طرق تكون مختلفه. اذا الطريقه اللي تشوف متوصلك متساعدك بالوصول، غير الطريقه، غير الطريقه، ارجع فلش وعيد من البدايه، ارجع فلش وعيد من البدايه الى ان توصل له. خلال هاي 100 يوم القادمه اللي تريدون تحققون باهدافكم، الدوبامين السلبي تحذفوه. انا هنا كاتب حذف الدوبامين، هو مو حذف الدوبامين، حذف الدوبامين السلبي. شوف هاي واحد كنت تعبان شوي اثر. المهم حذف الدوبامين السلبي. دوبامين السلبي وين؟ انستغرام، تيك توك، تدخين، نرجيله، بورنوغرافيك، مواقع الطايحه بها افلام اباحيه وغيرها، ضمن تحذفوها. تقيم نفسك يوميا. يعني نحن نخلي حلم وهدف، وهذا الهدف شيء اكيد يحتاج عمل يومي حتى انا اقدر احققه. ما اجي اقول ايش قد بقى من هدفي حتى اوصل له، لا. اني فسخت هدف مالتي على خلال الايام، عندي فد حلم فد هدف خلال 100 يوم اريد اوصل له. كل يوم يكون مهم حتى اوصل هذا الحلم. اليوم شنو اعمال اليوم؟ شنو هي امور لازم اسوي اليوم؟ شنو هي اركز عليهن، كملتهن انتهى. باكر اركز على اليوم انتهى، يوم الثالث اركز عليه انتهى، يوم الرابع اركز عليه انتهى. مو اكمل اعمال اليوم ايش قد واصل الهدف حتى اكمله، وش يوصلني؟ لا تخرب راسك، لا تدمر نظام المكافئ في عقلك. تجي تشوف كملت هذا وروح احتفل، خلي النظام المكافئ يبقى فعال في عقلك، يحصل على الدوبامين الايجابي.
من تقول اوه اشتغل نظام الالم راح يمنعك تحقق هذا الهدف. احذف اكبر سراق الوقت. سارق الوقت الاكبر في يومك في حياتك حدده، احتمال انستغرام، احتمال تيك توك، احتمال يكون شخص. اذا شخص من داخل عائلتك بتقدر تمنعه، بتقدر تاذي بكلامك، والله حسن عبيدي قال انتم لازم احذفكم، يا معود ما عليه، مو هيك. اطلب وياه شويه يعطوك مجال تدرس تكمل اهدافك. بعض الاحيان ترى انت تروح تخلي نفسك مواقف بايخه، تعرف بانه مثلا هسه ما لازم تروح للمطبخ، ما لازم تروح للصاله، يلكفوك بالحكي يكمشوك بالحكي وانت تكيف على السوالف، لا تروح. وباليوم دقيقة إلى 60 دقيقة على الأقل اصرفها على أهدافك. لا تقول ما عندي وقت، لا تكذب علي. دقيقة إلى 60 فلا شنو دقيقة ما في فايدة، أعرف ما في فايدة. الهدف من عنده بأنه تبقى في طريق الأهداف، ما تطلع من عنده. بس تطلع الخلايا والارتباطات العصبية تبدي تتفلش. أريدك حتى لو باليوم دقيقة واحدة. اليوم لازم تروح لقاعة، ما رحت، داخل البيت 100 شغلة تقدر تمارس بها الرياضة. لا تطلع من الطريق، ابقى مع الطريق. هدفك تقرأ اليوم، بس هدفك باليوم تقرأ 50 صفحة، اليوم ما قرأت، افتح كتاب اقرأ صفحة واحدة، ابقى في الموضوع لا تطلع. ابقى لا تطلع. اليوم كان لازم تدرس رياضيات ما درست، افتح رياضيات حل مسألة واحدة، ابقى في الطريق لا تطلع. اقل شيء دقيقة. تقدر توصل 60 دقيقة وصلة، 200 دقيقة وصلة، 1000 دقيقة وصلة، ولكن لا تطلع خلال هاي 100 يوم، لا تطلع، لا تعوف، لا تطلع من هذا الطريق. ابغى كل يومين تتقدم به. عندنا حلقة أخيرة كلش مهمة كلش مهمة كلش مهمة. أنا ما خليتها مع هاي الحلقة لأن جديات كلش مهمة، هواي أمور أساسية لازم تعرفون